أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الأفاضل الكرام، أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نواصل الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي على كل مسلم أن يدرس سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من أجل فهم الدين وفهم أسباب نزول القرآن الكريم وفهم السنة النبوية والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في آدابه وأخلاقه وحياته والتأسي به والتأسي بصحابته الكرام الذين مشوا على هديه رضوان الله عليهم. وباختصار شديد ونعطي مخطط ما تكلمنا عنه في الدروس الماضية. تكلمنا عن أحوال العرب وبدأنا بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ثم تكلمنا عن قصة هاجر وعن قصة زمزم والصفا والمروة وبناء الكعبة، ثم تكلمنا عن الحج، أن الله سبحانه وتعالى أمر من سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج. ثم تكلمنا عن قبيلة جرهم التي جاءت من اليمن بسبب تهدم سد مأرب وسكنت في مكة المكرمة. ثم تكلمنا عن قبيلة خزاعة التي نازعت قبيلة جرهم على خدمة الحجاج وعلى حكم مكة المكرمة، وكان يرأسها عمرو بن لحي الذي كان أمره كالشرع لا يرد، فإذا أمر بأمر يطبق لا نقاش فيه. ثم قلنا أن قبيلة خزاعة أو قبيلة جرهم حينما شعروا بالهزيمة قاموا بدفن ماء زمزم ولم يبقى له أي أثر، ولكن قبيلة خزاعة بدأوا يأتون بالماء من خارج مكة المكرمة. ثم تكلمنا عن سفر عمرو بن لحي إلى الشام، وفي طريقه وجد قبيلة عماليق يعبدون الأصنام. قال: ما هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء يطعمون إذا جعنا ويسقون إذا عطشنا ويقربون إلى الله زلفى. قال: أعطوني واحدا، فأعطوه صنم اسمه هبل، فقام بنقله ووضعه أمام الكعبة أو في جوف الكعبة وأمر الناس بعبادته. ثم بعد ذلك بدأ يصدر أوامر أخرى كعبادة الأحجار وتقديس الحيوانات كالحامي والسائبة والبحيرة وغير من هذه الحيوانات التي أمر بتقديسها. ثم ختمنا من أعظم الآلهة التي كانت تعبد في ذلك الزمن إساف ونائلة، رجل من اليمن وامرأة من اليمن كان على حب، ثم رفض أبوها فتوعد أن يلتقي معها في الحج وفجر بها أمام الكعبة، فمسخهم الله حجرين، فوضع إساف على الصفا ووضعت نائلة على المروة. قالوا: هذه عبرة لمن يعتبر. ثم بعد سنوات قاموا بنقلهما ووضعهما أمام الكعبة وأمر الناس بعبادتهما. ثم تكلمنا عن رؤيا ربيعة بن نصر حينما رأى رؤيا، وفسرت هذه الرؤيا بأن الأحباش سيهجمون على اليمن ويحتلون اليمن. ثم لما توفي ربيعة بن نصر أخلفه تبان أسعد، وكان تاجر، ولما تاجر إلى الشام، لما ذهب إلى الشام في تجارة، فنزل في المدينة المنورة يثرب وترك ولده، ثم تخاصم ولده مع أهل يثرب فقتلوه، ثم جاء من أجل أن يدمر المدينة المنورة، فخرج له واليهود الذين في المدينة الذين جاءوا من الشام. كيف دخلت اليهودية إلى شبه الجزيرة العربية؟ دخل عن طريق اليهودي أو عن طريق اليهود الذين جاءوا من الشام. فقالوا له: لا تستطيع أن تخرب هذه المدينة لأنها مهجر نبي. فشرحوا له التوراة فأعجب بالتوراة فدخل في اليهودية، ثم ذهب وأراد أن يهجم على مكة،
فقالوا له لا تستطيع أن تهجم على مكة ففيها بيت يعظمه الله وهو بيت الله عليه السلام. قال ماذا أفعل؟ قالوا تعظم هذا البيت، فعظمه وطاف حوله، ولما بات تلك الليلة رأى رؤيا أنه يكسو الكعبة، فأول من كسى الكعبة هو تبان أسعد. ثم ذهب إلى اليمن ونشر اليهودية في اليمن، وتهود أهل اليمن، كانوا يعبدون النار ثم تحولوا إلى عبادة الله عز وجل عن طريق الديانة اليهودية. ثم لما توفي تبان أسعد أخلفه ابنه حسان المغرور، وأراد جهز جيش وذهب متجها إلى الفرس، والفرس كانت دولة عظيمة. أنت عندك زوج تاع الناس راه بيدها زمان دولة عظيمة. فاتفق القادة على قتله، وأمر عليه أخوه عمرو فقتله عمرو. ثم بعد ذلك بعد وفاة عمرو تمزقت اليمن، وجاء بعد عمرو ابنه، أو ليس ابنه، أحد من أهل اليمن ولكن كذلك من سلالة ربيعة بن نصر، اسمه ذو نواس حكم اليمن. ونتكلم عن قصة دخول النصرانية. قلنا النصرانية كيف دخلت إلى شبه جزيرة العربية، دخلت عن طريق ذلك الراهب الذي اسمه فيميون، الذي كان في إفريقيا ووقع في قبضة عصابة، فباعوه إلى رجل من نجران. وتكلمنا عن الكرامات التي رآها فيه. ثم وقع نزاع بينه وبين سيده، قال هذا يعبد شجرة وهو يعبد الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل ساحقا من السماء فأحرقت هذه الشجرة، فدخل أهل نجران في النصرانية، في دين النصرانية. فكيف دخلت النصرانية إلى شبه الجزيرة العربية؟ ومن بين أهل نجران عبد الله بن ثامر ومجموعة من معه هاجروا إلى اليمن وبنوا صنوعا، وبدأوا يدعون الله عز وجل عن طريق الدين النصرانية في اليمن، ولكن عن طريق السر، لأن اليهودية كانت في اليمن والنصرانية كانوا في أقلنا. وتكلمنا على قصة الغلام لما أراد الملك ذو نواس أن يعلم هذا الغلام السحر، فكان يرسله إلى ساحر كبير، وفي طريقه كان يمر على النصارى وكان يسمع تمتمتهم وعبادتهم، فتأثر بهم فدخل في النصرانية. فقام ذو نواس بتعذيبه من أجل أن يتراجع عن النصرانية ويدخل في اليهودية ويتعلم السحر، فرفض ولكن لم يستطع أن يقتله. فقال الغلام لا تستطيع أن تقتلني إلا إذا قلت بسم الله رب الغلام، ولكن بشرط أن تجمع الناس، جمع 20,000 واحد. وقال بسم الله رب الغلام فقتله، فهذه 20,000 كلهم دخلوا في النصرانية ولم يتراجعوا عن النصرانية. فماذا قام بحفر الأخدود، حفرة كبيرة وشعل فيها النار، وبدأ يرمي فيهم عن طريق الجنود، وبدأوا يرموا فيهم واحد تلو الآخر. نسلك واحد برك، شكون هو اللي يسلك؟ سلك واحد اسمه دوس ذو ثعلبان، أهرب. 20,000 كلهم ماتوا، كلهم حرقوا وقتلوا وتم رميهم في الأخدود. والله سبحانه وتعالى خلد لنا هذه القصة في سورة البروج، كلكم تحفظون هذه السورة. فبالتالي من أراد أن يفهم ما معنى آيات سورة البروج فهي لها علاقة بالأخدود. ثم دوس ذو ثعلبان ذهب إلى قيصر في الروم، وقيصر أرسله إلى النجاشي في الحبشة، والنجاشي جهز جيشا عظيما متكون من 70,000 مقاتل، وجعل على رأس هذا الجيش، أي القائد الذي يقود هذا الجيش هو أرياط، ومساعده أبرهة. احنا وصلنا هنا ما لخصت لكم قاعد الدرس الدروس اللي فاتت، ما شرحت لكمش منين، لأنه كاين اللي كانوا حاضرين على بالهم، واللي راه عنده مشكل يرجع ليوتيوب، يرجع إلى قناة يوتيوب اللي هي الشيخ عثمان إبراهيم الجزائري، تصيبوا الدروس موجودة مسجلة كما نسجلوا فيها. أعطيتكم هكا ملخص حتى الإنسان اللي يكون ناسي ولا يقضب معايا باش نمشوا في لحظة.
هكا باش ما يكونش كاين خلط في هذه الدروس. لما توقفنا عند دوس ذو ثعلبان الذي نجا من القتل وذهب إلى قيصر، وقيصر كان نصرانيا فغضب غضبا شديدا ما فعله ذو نواس فأرسله إلى النجاشي. لماذا؟ لأن الروم بعيدة، فأرسله إلى النجاشي لأن الحبشة هي إثيوبيا والآن السودان قريبة لليمن، قريبة عن اليمن. فلما ذهب إلى النجاشي وأخبره بالخبر ما فعل ذو نواس بالنصارى فغضب غضبا شديدا، لأن النجاشي كان عالم من علماء النصارى وكان شديد التدين، فجهز جيشا متكون من 70,000 مقاتل، والقائد على هذا الجيش هو أرياط ومساعده أبرهة. فتوجه الجيش إلى اليمن وبدأت المعركة على الأراضي اليمنية، فانهزم جيش ذو نواس اليهودي، هذا اليهودي ذو نواس، فلما انهزم فر وهرب على مترقال، فلحقه جنود الحبشة فانتحر في البحر. وسيطرت الأحباش على اليمن، وتحولت اليمن من اليهودية إلى النصرانية. فالذي كان يحكم هذا الجيش هو أرياط، وأرياط تابع إلى النجاشي، ولكن أرياط كان ظالما، كان حقار يحقر، أبدأ يظلم حتى الجيش، ظلم أهل اليمن وزاد الظلم حتى الجيش. فأبرهة دلها انقلاب، فشق الجيش إلى نصفين، جيش بقيادة أرياط وجيش بقيادة أبرهة، وكلهم تابعين للنجاشي. فأبرهة خمم وسل له رسالة ولا سل لها رسول، تفاوضوا وياه نيغوسا معه، قالوا أنا نصراني وأنت نصراني، أنا حبشي وأنت حبشي، دوك من يتلاقوا الجيشان وندمروا بعضنا بعض ونقتلوا بعضنا بعض احنا اللي خاسرين. قالوا أفضل حل هو نروح نتلاقى أنا وياك، تعرف لي نروح نتعرفوا أنا وياك، اللي يقتل هو اللي يحكم. فوافق أرياط عن هذا الاقتراح، وجاوا وهضروا للجيش، قالوا احنا غادي ندابزوا ونتبارزوا ونتعاركوا، واللي اللي يموت خلاص مات، واللي يبقى حي هو الذي يقود الجيش. فعلا وقعت هذه المبارزة بينهما، واستطاع أبرهة أن يقتل أرياط، ولكن أرياط ضارب أبرهة على مستوى أنفه فشج أنفه، ولذلك يسمى بالأبرهة الأشرم، شربها المفتاح. ولكن استولى على الحكم واستولى على اليمن. فوصلت الأخبار إلى النجاشي. النجاشي ملك ولا يظلم عنده أحد، إنسان عظيم، فغضب غضبا شديدا وأقسم أنه يجهز جيشا عظيما ويتنقل إلى اليمن ويدوس بقدميه على تراب اليمن ويجز شعر أبرهة. فوصلت الأخبار إلى أبرهة، شاد أبرهة لم شوية تراب من تراب اليمن، دار له في ساشية ولا في قفة، وحسن شعره بولازيو وداره له ثاني في مكان، وأرسله إلى النجاشي وكتب له رسالة. قالوا أيها الملك العظيم، أيها النجاشي، قال إن غضبك وقسمك جاء بسبب أننا قتلنا أرياط، وأن أرياط كان ظالما وبطش في الجيش وظلم وعذب إلى آخره. وقالوا أنت غاضتك من أن قتلت أرياط، وأنت راك قسمت وقلت باللي سأأتي وأدوس على تراب اليمن، ها هو التراب دوس عليه، وقلت باللي نجز لك شعرك، هاني جزت شعري وها وراوليك، وأنا خادمك وأنت سيدي وأنا تحت أمرك. والنجاشي هذه الحاجة اللي يحوس عليها، يحوس على الملك تاعو يبقى. فعفى عنه. فلما عفى عنه وأبرهة الآن هو سيد اليمن
ولكن هذه اليمن هي عبارة عن ولاية تابعة إلى الحبشة، ما هو الملك، هو عبارة عن والي تابع إلى الحبشة، تابع إلى النجاشي. فهنا أبرهة بقى خايف، قلبه مازال ما رياش. شا قال ندير؟ سلام ورحمة الله. قال نبني كنيسة، وهذه الكنيسة سماها القوليس، كنيسة عظيمة كبيرة في اليمن سماها القوليس. وقال باللي نجيب الناس يحجوا إلى هذه الكنيسة، بدل ما أنهم يحجون الكعبة يأتون إلى اليمن. أبنى هذه الكنيسة ووجدها وأرسل إلى النجاشي بأنه بنى كنيسة، وهذه الكنيسة تسمى القوليس. فالعرب ما جاوش ووصل الخبر إلى قبيلة من قبائل العربية تسمى النسي. النسي زيادة في الكفر، كما قال الحق سبحانه وتعالى إنما النسي زيادة في الكفر. فبالتالي لما وصله الخبر بأن أبرهة بنى كنيسة وسيأتي الناس ويحجون هذه الكنيسة بدل الكعبة، ما عجبوش الحال، تنقل من قبيلته حتى وصل إلى اليمن، ثم وصل عند الكنيسة ودخل إلى الكنيسة وقضى حاجته، قضى فيها حاجته، ورفد ديك النجاسة وطلصها كاع الحيط على الكنيسة. فوصل الخبر إلى أبرهة بأن أحد العرب جاء إلى الكنيسة وقضى حاجته، دارها مرحاض ولطخ الجدران بالروث أو بالنجاسة أو بالنجاسة، فغضب غضبا شديدا، وقال له من معه من المستشارين، قالوا له لا، العرب لا يأتون إلى حج هذه الكنيسة إلا إذا هدمت الكعبة. جهز جيش، في هذا الجيش دار فيه فيل كبير، وتوجه مباشرة إلى مكة المكرمة. هو ما يعرفش طريق، دوك يحتاج إلى قيد، يحتاج إلى دليل، القيد اللي يديه ويديه للمكة المكرمة. فلما هو مجهز هذا الجيش ورايح المكة المكرمة وما يعرفش الطريق، كاين هناك قبائل هي قبل مكة كاين قبائل عربية تعظم الكعبة، فخرجوا له لمواجهته. خرجت له قبيلة ذو نفر، فاستطاع أبرهة أن يهزم هذه القبيلة وأسر ذو نفر قائد هذه القبيلة أو سيد هذه القبيلة. ثم خرج له قبيلة خضعم يترأسها نفيل بن حبيب الخضعمي، فكذلك هزمها أبرهة وأسر نفيل بن حبيب الخضعمي. ثم وصل إلى الطائف. الطائف ماشي بعيدة بزاف على مكة. فلما وصل إلى الطائف أهل الطائف قالوا الله يسهل عليك، خاطينا وخاطيك. قال لهم صح معليش، ما دمتم ما لقيتوليش وما عرقلتوليش وما وجدتوش رواحكم باش تدخلوا معايا في معركة، قال لهم دلوني على طريق مكة. قالوا باش ندلوك على طريق مكة؟ لا، حنا ما ندخلوش معك في معركة، الله يسهل عليك، ولكن باش نوروا لك الكعبة هذيك لحم راسك، ما نورولكش. فهنا تبرع رجل من أهل الطائف اسمه أبو رغال. أبو رغال خرج الأبرهة وقال أنا ندبر راسي. هذه الفئة كاين واحد الفئة في العرب، كاين الإنسان كاع ما يقول له الشكاين هو يدخل روحه، هو يبغي يوري للناس حنا ماشي كيتسموا هذا أبو رغال. فلذلك أبو رغال فتبرع وقال لأبرهة، قال له أنا أدلك على الطريق الصحيح المؤدي إلى الكعبة. فركب معه، ولكن قبل وصوله إلى مكة مات أبو رغال، توفي فدفن، فأصبح قبره مرجما لأهل العرب،
أهل العرب كان يجي يحج ولا يجي يعتبر ويجي يولي يرجع للقبر تاعو. علاه؟ لأنه خان القضية، قام بخيانة، كما الآن راهم يخونوا القضية الفلسطينية نفس الشيء. الناس اللي تخون القضية الفلسطينية نفس الشيء. مهما كان العدو يبقى عدو الإسلام، ما دام ماهوش مسلم وحب يخرب مقدساتنا في البقاع المقدسة وفي القدس. نحن نقف مع إخواننا في فلسطين كما نقولوا بالمليحة وبالخسارة. وحنا والدينا بكري كانوا يقولوا بكتع الراس مع فلسطين ظالمة انظروا، ندافعوا على الأراضي تاعنا وندافعوا على خاوتنا، لأن بلاد المقدس هي إرث، هي ميراث تاعنا، كاع نسالوا فيه وقف. هذيك الأراضي وقف للمسلمين، ما يشتع فلسطينيين، كاع تاع المسلمين. لذلك نحن ندافع عن فلسطين، ولا ينبغي لأي أحد يقول لك ندخل في باب التطبيع والمصالحة ولا ما كاش مصالحة هنا. هجموا على خاوتنا حنا ثاني نهجموا عليه. ولكن ما دام أن هؤلاء من العرب الذين خانوا القضية الفلسطينية كما خان أبو رغال من العرب من أهل الطائف الكعبة المكرمة أو مكة المكرمة التي فيها الكعبة. وهنا لما وصل أبرهة إلى مشارف مكة المكرمة عند الحدود فوجدوا الإبل وجدوا الأغنام، لأن أهل مكة كان عندهم إبل وكانوا أغنام يرعوا فيها، فاستولى على كل الأغنام والإبل. فجاءه جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، أمر واصل عن عبد المطلب، فجاء جده عبد المطلب وكان وسيما وكان جميلا وكان مهابا، فأرسل إلى أبرهة أن يتكلم معه وأن يتفاوض معه. وأبرهة كان عنده عرش، كان عنده كرسي وقعد شابه. فلما دخل عبد المطلب على أبرهة فرآه أبرهة فعظمه هابه وأراد أن يجلسه معه على العرش، ولكنه خاف أن تعيره الأحباش، خاف لا يعيره يقول له كيفاش يا واحد قاعد معك في العرش تاعك. فنزل إليه وجلس معه على الأرض، كان داير حصيرة ولا سجادة ولا جلس معه. فهو كان يقارع من عبد المطلب يجي يتكلم على مكة وما دير والو وروح نيغوسو معاك. فعبد المطلب ما خلاص كذا قال له ماذا تريد؟ أبرهة يقول لعبد المطلب يقول له ماذا تريد؟ شاك باغي؟ فقالوا أريد أن تسترجع لي الإبل. قالوا أنا عندي شوية زوايد وعندي واحد الإبل كانوا يرعوا هنا راك ديتهم لي، راني باغي ترجع لي الإبل تاعي والإبل تاع أهل تاعي. فغاضب أبرهة فقال له أنا لما رأيتك عظمتك وخشيت منك وأنت تكلمني على الزوينة، احنا نجي نتكلموا على الكعبة ونتكلموا على مكة فيها معركة وأنت تنيغوسي معي على الزوينة. فماذا قال له عبد المطلب؟ قال له أنا رب الإبل وللكعبة ربا يحميها. إذا كانت هذه الكعبة هي فعلا هي لله عز وجل كان مولاه. فقال لهم أعطوه إبل تبعه وأعطوه النعاج تبعه وخليه بعد. وبدأ يجهز في نفسه ووجه الفيل نحو الكعبة، فتراجع الفيل فإذا وجه الفيل نحو الكعبة يبرك، وإذا وجه في جهة أخرى يمشي عادي. بينما أبرهة يراود الفيل من أجل أن يهدم الكعبة فإذا هم يروا سوادا في السماء والتي هي الطير الأبابيل، فأرسلها الله سبحانه وتعالى من أجل القضاء على أبرهة وعلى جيشه. فهذا الطير الأبابيل يقولون هي مثل الخطيفة كيف الخطيف، وتحمل 3 أحجار، الحجرة مثل حبة العدس، حجرة في المنقار وحجرة في الرجل اليمنى وحجرة في الرجل اليسرى. وهذه الأحجار قالوا هي من نار جهنم. لما الحجرة هذه تنزل وتسقط على جندي من جندي أبرهة فإنه يكون مثل الفرخ. شوف الفلوس هذيك الصغيرة
ولا الدجاجة بيتشو بها ينشوى ومن بعد يتفتت ومن بعد يذوب كما رصيد. فالله سبحانه وتعالى خلد لنا هذه القصة في سورة الفيل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كما الدجاجة المشوية هذيك اللي تشوى، شفت الدجاجة كيما قاعد تشوى تولي حمراء وبعد قاعد كعصف مأكول. فكل من كان في الجيش بما فيه أبرهة كلهم ماتوا ولم يبقى لهم أي أثر. الكعبة كانوا يعظموها، ولكن بعد قصة الفيل زاد العرب في تعظيم الكعبة وعالموا بأن الكعبة فعلا هي بيت الله سبحانه وتعالى. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. من بين الآيات هي قصة الفيل. ثم بعد وفاة ومقتل أبرهة خلفه على اليمن أي على حكم اليمن ابنه يقصوم. ثم لما توفي يقصوم خلفه ابنه مسروق. تكلمنا الآن عن قصة الفيل. وولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة ب55 يوم. بعد حادثة الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم ب55 يوم. فأيها الإخوة الكرام، تكلمنا الآن عن قصة أبرهة، أي تكلمنا أولا عن دخول اليهودية إلى اليمن، ثم عن دخول النصرانية عن طريق الأحباش بقيادة أرياض ثم أبرهة، ثم كيف جاء أبرهة من أجل هدم الكعبة. وأبرهة نصراني، ثم النصارى هم اللي بغوا يهدموا الكعبة، ثم هم اللي خلطوا فينا مش احنا خلطنا فينا. فجاء من أجل أن يهدم الكعبة. فالله سبحانه وتعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فبالتالي أهلكهم الله سبحانه وتعالى جميعا. الآن نتوقفوا عند هذه القصة. خلاص تكلمنا عن اليهودية، تكلمنا عن النصرانية. الآن نروحوا غادي نتكلموا دائما نتكلموا على أحوال العرب. مازال ما وصلناش إلى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، رانا قراب نوصل إلى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الآن أريد أن نتكلم عن أمر آخر. اليمن دوك راهم محتلينها الأحباش، دوك غادي يجيو ناس آخرين يحتلوها. تسمى اليمن كانوا يعبدوا النار، ومن بعد دخلت فيهم اليهودية ولاو يهود، ومن بعد النصرانية ولاو نصارى، ومن بعد غادي تجي الفرس تحتلهم، ومن بعد يجي الإسلام. الآن نتكلم عن الفرس. أحد سلالة ربيعة بن نصر اللي تكلمنا عليه أول درس، سلالة أو ربيعة بن نصر من أحفاد تاعو جاء واحد يسموه سيف بن ذي يزين. سيف بن ذي يزين هذا ذهب إلى ملك الروم إلى قيصر وطلب منهم المساعدة. قالوا الأحباش راهم احتلوا اليمن وداو خيرات وأراضي أجداده، وهذا سيف بن ذي يزين هو ذاك تسمى يهودي، وقيصر نصراني، وقيصر هو اللي ساعد الأحباش باش يدخلوا على اليمن. فأطرده، قال له ما عندي ما ندير، طرده. فلما أطرده سأل عن أعظم ملوك العرب، قال له شكون هو الملك تاع العرب اللي عنده قيمة شكون؟ فقالوا له النعمان بن منذر في منطقة الحيرة في العراق. فذهب إليه وطلب منه أن يساعده. فقال له أنا المملكة تاعي صغيرة، أنا فعلا مالك من ملوك العرب، ولكن المملكة تاعي صغيرة. بكري مثلا تبغي قرية كما الشرفات تبع عليها ملك، يقول لك هذا ملك، ماهوش كما نتصوروا ملك الفرس ولا قيصر ولا النجاشي. فبالتالي قالوا أنا المملكة تاعي صغيرة، الحيرة صغيرة، قالوا ما نقدر ندير لك والو، ولكن نقدر نعاونك.
قالوا أنا مالك من ملوك العرب اللي راني مالك على الحيرة، أنتمي إلى الفرس. قالوا أنا داخل تحت الحكم تاع الفرس واللي هو كسرى. قالوا كسرى هذا قال له كل عام يدير وعدة، الوعادي بكري كاين ماشي الوعادي والطعام بكري كاين. قالوا هذا كل عام يدير وعدة، كل عام يدير وعدة ويجوا عنده كاع الملوك من العالم يجوا عنده. قالوا أنا لما يجي هذاك الوقت نديك معايا. فقعد تما في الحيرة يأكل ويشرب حتى جاء هذاك الوقت فأخذه معه، أدى معاه الهدايا وكاع وراحوا ودخلوا على كسرى. كسرى هذا ما كانش يستقبل الناس هكا كل واحد وحده، كانوا كاع يقعدوا في قاعة كبيرة وبينه وبين الناس كاين ستارة ويوضع على رأسه تاج يوزن حوالي أكثر من 90 كيلو، ما يديروش فوق راسه إنما يعلقوه في الحيط وهو يدخل راسه هذا مكان. فبالتالي لما الملوك كلهم يجتمعوا في ذيك القاعة، لأنه هو كان يسمي روحه شاه شاه أي ملك الملوك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه التسمية. ملك الملوك هو الله عز وجل. فكل الملوك اللي تابعين له يكونوا في ذيك القاعة، فلما تفتح الستارة كلهم يسجدون له. فلما فتحت الستارة سجد كل الملوك إلا واحد، شكون هو؟ سيف ذي يزيد. فغضب كسرى غضبا شديدا وقال من هذا الأحمق الذي لم يسجد لي؟ قال له شكون هذا الأحمق هذا اللي جاء وما سجدليش؟ فقال أنا سيف ذي يزيد. قال من أين؟ قال من اليمن. قال وما الذي منعك ألا تسجد لي؟ قال الهم. قال وما هو همك؟ قال أن الأحباش جاءوا واستولوا على اليمن. فقال له ما هي مصلحتنا؟ شيء الفايدة تاعنا احنا ما غادي نعاونوك. فقال لهم معليش، قال لهم هذا ما يعرفش وجاي مغبون وديتها الغير على الأرض اليمن. قال لهم أعطوه صرة من دراهم، أعطوه شوية دراهم اللي هي 10,000 درهم وكسوة. أعطوه صرة فيها دراهم، أعطوه شوية كسوة شوية قش. فلما خرج عند باب القصر فبدأ يرمي هذه الدراهم على الناس وبدأ يرمي هذه الكسوة على الناس. فوصل الخبر إلى كسرى فغضب كسرى غضبا شديدا فناداه، جابوه له ودخلوا عليه فقال له لماذا رميت تحية كسرى؟ هذه الهدايا كانت تسمى تحية. فقال له شوف كيفاش كانوا يستعملوا اللغة الإعلامية، كما نقول واحد كيبغي يدير إشهار ولا يبغي يدير دعاية ولا لازم يستعمل واحد المفاتيح واحد الكلمات مهمة. قال له أنا جئتك من بلاد جبالها الذهب والفضة، تعطيني انت دراهمك ثلاثة شو بندير بهم أنا؟ فأخذه الطمع، أطمع كسرى قال له شاولا اليمن فيها الذهب. فجمع المستشارين تاعو أهل الشورى قال لهم أنا هذا السيد راه يقول بلي اليمن فيها الذهب وفيها الفضة. قالوا إحنا والله ما سمعنا فيها هذه تاع اليمن فيها الذهب والفضة رانا نسمعها من عندك أنت، إحنا والله ما سمعنا بلي اليمن فيها الذهب. إحنا نعرفوا بلي اليمن أرض قحطة ما فيها والو، ما كان فيها بكري سد مأرب تهدم الناس ما صابش حاجة تاكل. فبالتالي هنا طمع وبدا يخمم. أحد المستشارين ولا أهل الشورى قالوا يا كسرى يا مالك الملوك، قالوا أنا عندي اقتراح. قالوا ما هو؟ قالوا راه عندك في السجون مجموعة كبيرة من المعارضين، الناس اللي كانت معارضة للملك تاعك وراك مدخلهم وحاكم عليهم بالمؤبد في السجون، هذه نلموهم كاع ندربوهم شوية ونديروا بهم معركة. إذا احنا ربحنا رانا استولينا على اليمن، إذا احنا خسرنا وماتوا انت بروحك غادي تهنى منهم. فجهز 4 سفن ورسل مع هؤلاء قائد اسمه بطرس. فلما وصلوا ودخلوا في معركة مع الأحباش وفعلا استطاع جيش الفرسي أن يهزم أو أن يهزم جيش الأحباش، وهربوا الأحباش من اليمن واستولوا أو الفرس استولوا على اليمن. بدل ما كانت
اليمن تابعة إلى النجاشي، أصبحت الآن اليمن لما تابعة إلى كسرى، إلى الفرس، واستولت الفرس على اليمن. ثم بعد ذلك قام كسرى بتعيين قائد اسمه باذان. هذا باذان هذا ربي طوله في عمره حتى دخل الإسلام. لما دخل الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل له رسالة فدخل في الإسلام. هذا باذان دخل في الإسلام ودخل من معه من أهل اليمن في الإسلام، فأصبحت اليمن مسلمة. كانوا يعبدون النار، ومن بعد اليهودية، ومن بعد النصرانية، ومن بعد دخل الإسلام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. نتوقف عند هذا الحد، وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم إن أطال الله في أعمارنا عن مكة، ونبدأ بجد النبي صلى الله عليه وسلم قصي بن كلاب، ثم نتكلم عن بعض قصة مهمة لقصي بن كلاب، ثم حتى نصل إلى جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، ثم نصل إلى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا من الذين يتأسون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعطوني غير دقيقة من وقتكم. بالنسبة لتعليم القرآن لفئة الكبار، أنا درت الإعلان يوم الجمعة، اليومين هذا جا غير واحد. شي بيت أقرب؟ شي بيت أقرب؟ بيت أقرب؟ ما كاش اللي يجي يسجل روحه. لا روحوا عندي أنا أسجلكم. خلاص بعد العشاء إن شاء الله نجيبوا ورقة، لأنه لازم نسجلكم، لأنه نحتاج الاسم تاعك والأب تاعك، لأنه باش نديروا قائمة وندفعوا على الشؤون الدينية، باش لأنه هذا التجمع في المسجد غادي يكون لازم مرخص. بارك الله فيكم. الاسم واللقب وندفعوا القائمة، مدير الشؤون الدينية يعطونا الموافقة، ومرحبا بكم إن شاء الله. رب سبحانه وتعالى يعلمنا ويعلمكم إن شاء الله. آمين. السبورة راكم الله يبارك، قادر ضرب تشروه 20 ولا 30 انتم شريتوه ولا لا؟ هيا هاو ريجيست. شوف الريجيست ما جا، عندنا 7 ريجيست ما جاوش، جا واحد، والسبورة مازال ما جات. ها راه رئيس اللجنة كاين ما يعطيكم؟ هيا خلاص ها ويخلف هو رئيس اللجنة، وانتم دبروا ساكم راه كاين صندوق ثاني كيما تبغوا تعطوا لي يخلف، تبغوا الحاج يخلف، تبغوا ديروا صندوق، تبغي واحد يتبرع بها ويشريها، فأجركم على الله عز وجل. المهم أنا هذه القضية خاطئتني، راه كاين لجنة، دبروا ساكم انتم مع اللجنة، أنا مهم علي أن أعلمكم. هذه هي. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم.